رقم 8 معانا بناء النظام. بناء النظام، يعني ايه بناء النظام؟ مش انا قلت لك ما تتوهوش؟ ابني بقى نظام يخش عليه العميل. انا قعدت اقول لك فوق اوعى تتوهه، ما تدخلوش معاك الدوامه. ابني بقى النظام اللي هيتعامل بيه ابنك او الطالب الداخلي عندك في الاكاديميه. افصل ما بين سوشيال ميديا كتير، اعلانات كتير، عملت فيديوهات كتير، دخلت على كل البلاتفورم اللي موجوده، وما بين الطالب خلاص اللي بقى ابنك وموجود جوه الاكاديميه بتاعتك. اعمل له نظام واضح هيخش عليه، مسار واضح، هيسجل، هيحصل له متابعة يومية، تقييمات، هيتعلم تجويد، هيتعلم قرآن، بقى النظام الدراسي بتاعه هيبدأ يخش فيه خط واضح وهيخلص، يوصل لنتيجة واضحة. فلازم تكون عندك دراية كاملة بالنظام اللي انت عامله للطالب ده. وزي ما قلت لك في الأول، خد بالك ان الطالب الغير ناطق باللغة العربية هو عنده فكر مختلف، هو عنده فهم مختلف، هو عنده نظام دراسي مختلف، هو محتاج طريقة خاصة. يعني هضرب لك مثال بسيط. أغلب الناس اللي موجودة في بعض الدول التخصصية قوي، اللي مثلا زي ألمانيا كده، هتبص تلاقي إن في ألمانيا بيحبوا يذاكروا تخصص. يعني لو انت بتشتغل حاجة بسيطة جدا لازم تعملها بتخصص، لازم تدرس لها على الأقل 3 سنين. ايا كانت ايه حجم وظيفتك فلازم أن تدرس لها التخصص ده. يعني عايز اقول لك تخصص دقيق لدرجة لا تتخيلها. فمتخيل من شخص مسلم خارج من البلد دي ودارس بالشكل ده التخصص الدقيق، فجأة لقى أكاديمية قدامه بتعمل له كل حاجة. أكاديمية صغيرين وكبار، تجويد وقرآن وكذا 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 وكذا. انت ضربته في مقتل. انت نظام الدراسة اللي هو متعلم بيه طول حياته جاي تقول له النظام ده غلط، وتعالى اتعلم بقى بالنظام العربي بتاعي اللي هو كله مع بعضه في حتة واحدة. وهنا هيحصل له المشكلة الكبيرة اللي هو مش هيثق فيك ومش هيقتنع بيك، وساعتها لو سابك كل الناس اللي حواليه هو هتسيبك ومش هتجيلك. علشان كده لازم تبقى فاهم كويس جدا ان الناس دي بتفكر بطريقة معينة ومشيت في حياتها بشكل معين، يعني اتعلمت في حياتها بشكل معين. خد بالك من طريقة تعليمهم وطريقة دراستهم في البلد اللي هم فيها. كده خلصنا رقم 8. خلصت التسويق رقم 7 وعملت رقم 8 النظام الدراسي، وخدت بالك كويس قوي من النظام الدراسي ده يكون مشابه على شابه للدول اللي الطلاب دول منها. تعال نخش بقى على رقم 9، ودي بعض القواعد الناجحة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله، اللي لو أنت حاططها دايما قدامك هتكون بإذن الله سبب في النجاح. لو بتبدأ من الأول ركز معايا، ولو بتبدأ من لو أنت أصلا بادئ وشغال فبرضو النصايح دي هتفيدك جدا. ابدأ صغير وما تتوسعش، ابدأ صغير وما تستعجلش، ركز ركز ركز. رقم 2، ركز في النتيجة بتاعة الطالب، ما تركزش فيه قد ايه انت بتقدم من خدمات. رقم 3، ابني الثقة، يعني خلي الطالب يستشعر ان اكاديميته ديت هي بيته، خليه يستشعر ان هو ابن الأكاديمية. رقم 4، اصبر اصبر اصبر. خد بالك ان الصبر في العمليات اللي خاصة بالأكاديمية، خاصة الغير ناطقين، وان انا بستهدف ناس اصلا من بره، محتاج منك صبر. محتاج منك صبر يعني العملية التسويقية بتاخد وقت عشان توصل مرحلة الاويرنس لمرحلة الانجيجمنت لمرحلة الليد، بتاخد وقت. فخلي عندك صبر في التعامل ده عشان توصل للنتيجة بتاعتك. طب هيجي لك الصبر منين؟ لو قدرت تدرك بشكل صحيح جدا الهدف اللي انت عايز توصل له. بعد كده معانا آخر نقطة من قواعد النجاح، وهي طور نفسك دايما. طيب التطوير هيجي منين؟ طبعا انت كده خلاص فهمت، هتقولي التطوير هيجي منين؟ ممتاز جدا. التطوير هيجي من فهمك للطالب بتاعك، مش هيجي من فهمك لنفسك وطلعت اي نظام اداري وخلاص. لا، خلاص انت فهمت نفسك وعملت كل حاجة ودخلت بقى في مرحلة الطالب، يبقى التطوير هيجي من فهمك للطالب. تمام كده؟ دي اهم قواعد لازم تركز عليها وانت شغال. بلاش تعمل ايه؟ بلاش تتشتت،
بلاش تتسرع، بلاش تقلد تقليد أعمى. واحد يروح مثلا يجيب لي ريفرنس أكاديمية شغالة بقالها سنين في المجال وعايز يعمل كل اللي فيها، وده حصل كتير جدا. وآخر حاجة ما تتوسعش بدري. وبكده نكون خلصنا 9 نقاط مهمة جدا، إن شاء الله بإذن الله تكون قادر بيهم إنك أنت تعمل الأكاديمية بتاعتك بشكل بإذن الله فوق الممتاز. طيب رقم 10 فيها إيه؟ رقم 10 فيها هدية بسيطة كده لازم تركز فيها أوي. أنت من رقم 1 لرقم 9 لو ذاكرته كويس وكتبته كويس هتقدر إنك أنت بإذن الله بإذن الله تبني الأكاديمية بتاعتك. ولكن في عندنا بعض الأمور اللي خاصة بتحليل العميل بتاعي، تحليل السوق بتاعي، بناء الاستراتيجي، الملف التعريفي، شوية تفاصيل كده تكنيكال شوية وشوية تقيلة. أنا فصلتها لك خالص في دورة خارجية اسمها دورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية. كل اللي هتعمله إنك تخش على اليوتيوب هتلاقي فيه بلاي ليست خاصة بالدورة دي. الدورة ديت اسمها دورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية. بتبدأ معاك من قبل أصلا الفكرة لحد ما تكون الاستراتيجي بتاعتك. ده المستوى الأول، وإن شاء الله هيكون ليها مستوى تاني وتالت ورابع، والتلاتة دول هيكونوا إن شاء الله بإذن الله بعد ما تبدأ أنت وتشتغل. هتحتاج لهم كويس جدا، بس إن شاء الله بعد ما تبدأ وتشتغل وتبقى عندك طلبة هتحتاج تفهم أكتر عن السوق وعن العملاء وعن الاستراتيجي وعن إن أنا الاستراتيجي المحدودة التارجت، يعني استراتيجي سنوي، الاستراتيجي 5 سنين وهكذا. محتاج جدا تعرف عملية التشغيل، إزاي أتابع الموظفين، إزاي أتعامل معاهم، إيه أهم الشتات والحاجات والملفات اللي لازم تكون معايا وأنا شغال. كل ده موجود إن شاء الله في دورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية اللي هتلاقيها فري على اليوتيوب. تقدر كمان تخشها على التليجرام، هي مدفوعة بس بنضيف عليها عملية الاستشارة، يعني بعد ما تدرس وتمتحن تقدر انك انت تخش تعمل استشارة. ويقدر كمان ان الفريق يكون موجود معاك لمدة اسبوع كامل بيتابعك لتنفيذ العملية ديت. وكمان إن شاء الله تنتظر المستوى الثاني والثالث والرابع لدورة هندسة الأكاديميات والمعاهد التعليمية. وبكده بفضل الله نكون خلصنا المحاضرة الخاصة بأكاديمية تعليم القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية. أتمنى من الله عز وجل أن أنا أكون قدرت أفيدكم وأكون قدرت أحطكم على الطريق الصح. لو احتجتوا أي حاجة ابعت لي إن شاء الله خاص أو ابعت لي على الرسائل. فريق العمل موجود بشكل دائم وهيقدر إن شاء الله يبعت لي الأسئلة بتاعتكم وربنا يقدرني إن شاء الله وأقدر أجاوب عليها. ورجاء خاص بيه ما تنسانيش بدعوة جميلة منك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.